لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب. halkaasay baashu gaadhay. qolihii reer masar baabashuuradu maxay dheheen? muftigii dhannaa ee islaax iyo aqwaan odaygu u ah qarlaawi muxuu yidhi? ilaahay ha ka abaalmariyo ha u naxariiso bifadli maa qadama lilbashariyati wahal qadama lilbashariyati ila alkufra walkhidlaan waltuqyaan. وأزكى صلوات الله وتسليماته على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جرت عادتنا في هذا البرنامج أن نتحدث عن أعلام العلماء من المسلمين حينما ينتقلون من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. ونحن اليوم على غير هذه العادة نتحدث عن علم، ولكن ليس من أعلام المسلمين، ولكنه علم أعلام المسيحية، وهو الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني، بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، وأعظم رجل يشار إليه بالبنان في الديانة المسيحية. لقد توفي بالأمس، وتناقلت الدنيا خبر هذه الوفاة، ومن حقنا أو من واجبنا أن نقدم العزاء إلى الأمة المسيحية وإلى أحبار المسيحية في الفاتيكان وغير الفاتيكان من أنحاء العالم، وبعضهم أصدقاء لنا لقيناهم في أكثر من مؤتمر وأكثر من ندوة وأكثر من حوار. نقدم لهؤلاء العزاء في وفاة هذا الحبر الأعظم الذي يختاره المسيحيون عادة اختيارا حرا. نحن المسلمين نحلم بمثل هذا، أن يستطيع علماء الأمة أن يختاروا يعني شيخهم الأكبر أو إمامهم الأكبر اختيارا حرا وليس بتعيين من دولة من الدول أو حكومة من الحكومات. نقدم عزاءنا في هذا البابا الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له. ربما يعني بعض المسلمين يقول أنه لم يعتذر عن الحروب الصليبية وما جرى فيها من مآسي للمسلمين كما اعتذر لليهود، وبعضهم يأخذ عليه بعض أشياء، ولكن مواقف الرجل العامة وإخلاصه في نشر دينه ونشاطه حتى رغم شيخوخته وكبر سنه، فقد طاف العالم كله وزار ومنها بلاد المسلمين نفسها، فكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته، وكان له مواقف سياسية يعني تسجل له في حسناته، مثل موقفه ضد الحروب بصفة عامة. فكان الرجل رجل سلام وداعية سلام، ووقف ضد الحرب على العراق، ووقف أيضا ضد إقامة الجدار العازل في الأرض الفلسطينية ودان اليهود في ذلك، وله مواقف مثل هذه يعني تذكر فتشكر. لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب.
ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما وأصدقائنا في جمعية سانت جيديو في روما، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا. فيقول نبي حديجي يرحمك الله ما ورني يهديكم الله إذن هنونيو حق ديد باتين حق بعد ضفيرة سيدوك قرن هاي الله إذا هنونيو إذن كرزاق هنون هداية النبي قال لواته هداية توفيق وإلهام وي قلبي إن إلهي هنون حق اليوي، لكن إن حق أن كنت أغنى أو المسلمين حقيين وكتابكم منزل من عند رب العالمين أويه وأكتهين، لكن كسبت أضف في ريسان معاندين باتين قلبي إن لكن هنون ألهم باقلين كرا ويصلح بالكم حال كيني كفر إنني عناد كنا إلهي هاجاتشي ساسو أورنشري يرحمك الله ما أورني وطن كو شيغان كو أوري قال كادو سلام سحنكو السلام إن استغنى عليكم وعليكم وعليكم السلام وي انت دم والله رينا هاي قالنا حارس لو ما اقولوا ليه ما يسد واكين ولا بلو ديدن مد قال لما كود انتي اللي اوغي هاي او مسلمين كلا غابيي سيدي ملز زناوي كورما قولي اوغادين جيجيغا قرانك كو ساري مره واخري كورما قولي اوغادين بانكوري لا سعاد اوغادين با قالا كما دين in hawsha agaasintay baan ka hadlaaya oon isla naqaan isla garangigiima maqashay wadaadihii loo yeeray ilaa kaaree malazana uu akhriya khatma quraan hadayna thawaab ma qara'nahu ila madaxiisa ka shub xaraf xaraf u gaarsi xarako xariiqi naareed kaga dheere ducaadii soo ree aw garanaysa nimankii baa joogan isli jooga halkaasay baashu gaadhay qolii reer masar baabashurado maxay dheh muftigii dhannaa ee islaax iyo aqwaan odaygu ah qarlaaw muxuu yidhi ilaahay ha ka abaalmariyo ha u naxariiso bifadli maa qaddama lilbashariyati wahal qaddama lilbashariyati ila alkufra walkhidlaan waltuqyaan ma ogta hadday madaxdu ka halowdo xagee la aadi علماء الدينيت يا مدح يودن باday ka fundoobaan in yarun ba ilaahay badbaadin dad yar ba ka badbaadi aafadaas iska ilaaliya gaal haduu nool yahay haduu mootan yahay yarhamuka allah lama dhihi karta markuu nool yahay baaban wax ku luqluuqa karo on gaalnimo ka badbaadin karaay asagoo dhintood ogtahay inuu gaalnimo ku dhintay oo tawxiidka seegay hadaa tira allah u naxariisto faqad kafarta billahi alazim ninka asaga ee gaal Allah u naxariistay yiri gaalnimo ku dhintay kii ka shakiyay inuu gaal yahay baa gaala cisha inta la gaadhay iskay awsh ma waxa idinka iska wata xoqanaysa waa awl diineed waa diinul muslimiin waa diinu muhammadin waa saxbi waa dhaqanka muslimiinta waa wada soo jireen taariikh la yaqaano way ninka asagu diin kala raba ha iska tago meeshun ha aado laakiin adoo ku maxaabsan diin islaam gaalaad meel ku tuqtuqdeen ku warreema dheera waadid maqlay iyaguna daba taagan mid meelaha ku baqtiyay oo balaaya daldalahay baashu ogaadeen bas ma meelo badan bay aafadu ka soo fakatay iyo reer masar bas ma ya siyolo mi ahayd boorankana ma la galay iyaguna بيسي والله قاضي ماشي والله هذا قريس الله ربي صلي على الحبيب وعلى هو قابل انما نقدرنا واكون ورعد هذا هوشا اسكا الهي قصل معها بدار السبغي وهو قشا صومالي اسكا الهيه قال انا دح جوجتان iyo kuwa yurbe galbeed gaal lama ku dhintay allah u naxariisto ya allah u dambi dhaafa iska ilaaliya waa lagu gaaloobaya وهذا السعود بوح لغلوقه فقد كفروا وخرجوا من الإسلام بالقطع واليقين مسلمين معها سلفية النهاية
salafiyadu baraa'un minhum hadday culummo muslimiin yihiinna facala alislaami salaam kuwa hadday culummo muslimiin yihiin facala alislaami salaam